تخيل معايا انك واقف قدام بابين، الباب الاول مكتوب عليه امان، هتدخله هتلاقي اوضه دافيه، سرير مريح واكل يكفيه، بس الشبابيك مقفوله ومفيش مخرج. هتعيش مرتاح بس كل يوم شبه اللي قبله، بس هتموت وانت لسه في نفس الاوضه. الباب التاني مكتوب عليه مجهول، ضلمه كحل، مش شايف وراه ايه، سامع صوت دوشه بره، ممكن يكون كنز وممكن يكون وحش هياكلك، محدش ضامن لك حاجه، بس لو عديت كل يوم هيبقى مغامرة جديدة. 90% من الناس بتجري على باب الأمان وبتفضل طول عمرها كله بصة من تحت عقب الباب على المجهول. هم دول بقى اللي بيغيروا العالم. بس السؤال بقى، ليه كلنا بنختار باب الأمان؟ ليه بنخاف؟ عارف ليه؟ عشان جواك طفل لسه صغير. عمرك قابلت حد كبير في السن بس لما تحصل معاه مشكلة يتصرف كأنه لسه طفل صغير؟ بيهرب، بيتوتر، مش عارف ياخد قرار، مستني حد كبير يلحقه. هو ده بقى يا صديقي عقدة الطفل، إنك تكبر في البطاقة بس تفضل صغير في التعامل في الحياة. جسمك يقول إنك راجل بس رد فعلك يقول إنك لسه خايف. ده الفرق الجوهري بين عقلية الشاب المغامر اللي بيلعب عشان يكسب وعقلية العجوز الخايف اللي بيلعب عشان ما يخسرش. طب ده بيحصل إزاي؟ مين السبب؟ وهل ينفع يكبر بجد بعد ما العمر راح؟ تعالى بقى أحكي لك الحكاية من أولها، عشان لو لقيت نفسك فيها تلحق نفسك بدري، ولو لقيت حد بتحبه كده تفهمه وتساعده يطلع من الدايرة دي، عشان الحياة مش مستنية حد، والحل إننا نكبر بجد مش سن بس. السؤال ليك دلوقتي، إيدك بتروح على أنه أكرة باب ولسه ساكن في أي أوضة دلوقتي؟ القصة بدأت مع طفل اسمه سالم، طيب ومسالم وطفل حساس جدا، بس اتربى في بيت الأب فيه مش موجود، موجود جسديا بس ما كانش موجود عاطفيا. طول اليوم شغل، ولو شاف سالم بيقعد يكلمه عن الفلوس وإن هو مضيعها في التفاهات. عمره في حياته ما حضنه، عمره ما قاله أنا فخور بيك. والأم بقى كانت بتتحكم فيه بطريقة صعبة، بتتحكم في أكله ولبسه وكلامه وكل قراراته، ولو جه يخرج مرة كانت بتخاف عليه من الهوا. فسالم اتعلم قانون واحد في البيت، راضي ماما واسكت وما تقولش لا. اتعلم يعتذر وهو مش غلطان، اتعلم يعيط لوحده في الأوضة، اتعلم ان رأيه ملوش لازمة. طب تعال نشوف مع بعض ايه هو تعريف عقدة الطفل اصلا. هو عندما يصل الإنسان إلى سن الرشد وما زال يحتفظ بسلوكيات غير ناضجة تنتمي إلى مرحلة الطفولة والمراهقة. يعني لما تبقى راجل كبير في السن بس لسه دماغك وتصرفاتك زي الطفل الصغير، جسمك كبر بس دماغك لسه واقفة في مكانها. ليه؟ عشان النضج مش بالسن يا صديقي العسل، النضج بالتجارب. كل ما تقع وتقوم وتفهم الدنيا كل ما دماغك تكبر. مش قصدي تكبر اللي هي تكبر يعني، قصدي تكون عاقل وفاهم وتكون شخص ملتزم. زمان بقى كانوا فاهمين الحتة دي، كان عندهم حاجة اسمها طقس إعداد الرجل، عشان يحولوا العيل الصغير لراجل بجد. عيل خايف معتمد على أبوه وأمه بيهرب من المشاكل عايش في الخيال، عايزين يطلعوا منه راجل بيعرف ياخد قرار ويواجه، يغلط ويتعلم ويبقى واقعي وواقف على رجله. فكانوا بيعملوا حاجات صعبة، بيخلوه يمشي على النار، بياخدوه من حضن أمه ويخلوه يعيش مع الرجالة سنين، بيعلموه الصيد والضرب، ده حتى كانوا بيشربوه سموم خفيف عشان جسمه يجمد. المهم يكسروا الطفل الخايف اللي جواه ويطلعوه راجل. بس سيبك من زمان، الفكرة كلها انك لو كبير بجسمك وصغير بعقلك ودماغك هتفضل عايز زي سالم كده بالظبط، شكلك راجل وقلبك طفل مرعوب. والحل مش نار وضرب، الحل انك تبدأ تواجه وتشيل مسؤولية واحدة واحدة عشان تكبر بجد. طب تعال نشوف يا صديقي العزيز ازاي بتتكون عقدة الطفل اصلا. هشرحها لك واحدة واحدة، تعال نشوف مع بعض. أول حاجة، أب موجود بجسمه غايب برجولته، يعني الأب قاعد في البيت بيصرف فلوس بس، عمره ما قعد مع ابنه وعلمه يعني إيه رجولة، عمره ما كان لا صاحب ولا قدوة، فالولد بيكبر مش شايف حد يقلده. تاني حاجة، أم بتحب بالزيادة لحد ما تخنق، الأم بتحب ابنها وخايفة عليه فتمنعه من كل حاجة، ما تخرجش ما تلعبش، فالولد بيحس إن هو في سجن ويتعود إن حد تاني هو اللي يختاره. تالت حاجة، كلمة لأ ممنوعة في البيت، من وهو صغير بيتعلم يسكت ويقول حاضر وبس، لو اعترض يبقى قليل الأدب، فبيكبر وهو خايف يقول رأيه. رابع حاجة، نقتل السؤال في دماغه، كل ما يسأل ويستفسر نقول له هو كده واسكت، فدماغه تقفل وبيكبر وهو مش فاهم أي حاجة، فبيعمل اللي بيتقال له خلاص، بيبقى بره شخص وجوه شخص تاني خالص. فالنتيجة إيه يا صديقي الجميل؟ زي ما عرفته كده، راجل شكله كبير بس من جوه طفل مرعوب ومش عارف هو مين.
صديقي العزيز، المشكلة مع سالم إن أمه كانت بتعاقبه بالصمت. لما كان بيغلط أمه بتديله ظهرها وتخاصمه، فالطفل بيحس إنه ملوش قيمة ومحدش شايفه. لو عايز يعتذر مفيش حضن، لو عايز يرضيها مفيش أمان. فبيكبر وهو جواه صحراء، ما بيعرفش يعبر عن مشاعره، ما بيعرفش يقول بحبك، بيحس بالخزي لو قرب من أمه. الجفاف ده بيكبر معاه بيخليه راجل بس لسه قلبه طفل صغير. صديقي الجميل، ده أول كسرة. تاني كسرة بقى اسمها عقدة القرار. لما الأهل ياخدوا كل القرارات نيابة عن الطفل، تاكل ايه، تذاكر ايه، تلبس ايه، تتجوز مين، فكبر وهو شايل خوف. خوف من الغلط، خوف من الندم، خوف إن يشيل مسؤولية لوحده. فبقى في كل كبيرة وصغيرة بياخد رأي الكل إلا نفسه. ليه؟ عشان عمره ما اتعلم يسمع صوته الداخلي. فقد الاتصال مع نفسه، ما بقاش عارف هو عايز ايه بجد. بقى بيدور على الضمان في كل حاجة، وشايف ان اختياراته الشخصية ملهاش قيمة. يعني لا بيعرف يختار ولا بيثق في اختياره لو اختار. فتعالى بقى يا صديقي العزيز للكسرة التالتة، العلاقة الزوجية. نفس الراجل ده اللي اتعاقب بالصمت واتربى على ان غيره هو اللي يقرره، اول ما بيدخل في علاقة بيغرق. الاندفاع بالشعور في بداية العلاقة ده مش حب، ده علاقة تعودية يا عسل. بيكون عايز يعوض الحرمان اللي شافه من وهو صغير. فاول بنت تقول له بحبك يفتكرها توأم روحه، يقول لك حاسس ان اعرفها من زمان وهو لسه ما كملش 4 شهور على بعض. انما هو مش واضح مع نفسه، نضوجه العاطفي واقف، فبيقع في اي حد بيطبطب عليه وبيحس ان ده الامان. ولو شاك يقول اكيد انا اللي غلطان عشان عمره ما وثق في احساسه. شايف الدايره دي كلها يا صديقي العزيز؟ ام عاقبت بالصمت فطلعت طفل خايف، اب قرر بالنيابه عن ابنه فطلع ابنه مش واثق في نفسه. فالراجل ده دخل علاقه تعوديه عشان يسد الجوع اللي سابوه اهله فيه. فلو انت اب او ام بتسمعني دلوقتي، اياك تعاقب بالصمت، واياك تقرر لابنك كل حاجه. الطفل لما يغلط محتاج حد يطمنه مش ظهر يكسره، ولما يختار محتاج تعلمه يختار مش تختار بداله، عشان ما يكبرش ويدور على اللي ناقصه في حضن أول حد يقابله. الحب مش تعويض، والجواز مش مصحة نفسية. عالج الطفل اللي جواك قبل ما توجع عيال. تعالى بقى يا عزيزي المشاهد نكمل قصة سالم ونشوف حصل معاه ايه لما كبر. سالم بقى مهندس ميكانيكي بيقبض 9000 دولار في الشهر. 9000 دولار يا صديقي، انت متخيل؟ بس عايش عيشة أجرك الله. بيتهرب من خروجة الصحاب عشان خايف من فاتورة العشاء. بيستناهم يخلصوا أكل وبعدين يظهر. ليه؟ عشان خايف يدفع. هدومه كلها من الخصومات، جودة يعني تحت السلم. فاتورة المطعم لو عدت ال 30 دولار ايده ترتعش. المطاعم النضيفة بالنسبة له جحيم. ليه؟ عشان التبذير حرام. يجي يدخل فندق أول حاجة يعملها يلم الشامبو والصابون وياخد الفوطة لو عرف. ماشي في الحياة بشعار فلوسه ما تترميش على الأرض. حياته مع عياله مش بخيل، بس كل يوم يدوهم درس اوعوا تضيعوا فلوسكم. نيجي بقى لمراته. مراته طبيبة مليونيرة، وهو بقى رمى عليها حمل البيت كله. الإيجار عليها، طلبات العيال عليها، مصاريف البيت عليها. وهو قاعد يحقق معاها مرتبك كام؟ علاوتك ايه؟ ولو جيت سألته عن الفلوس الرد جاهز، معلش أصل مزنوق في القرض بتاعي. ولما يجي يديها مصروف يكسر عينها بيه ويقعد يقول له أنا اللي بصرف عليك. ولو طلب الجنيه زيادة بيديهولها بس وهو بيذل فيه. ولما يجي عيد ميلادها بينزل يجيب لها وردة دبلانة من على الرصيف ب10 جنيه، فهي تتضايق وتعيط. يوم قايلها يا بنت المضمون المشاعر أهم من الماديات. المضمون؟ طب تعالى افتح لك أوضة مكتبه هتلاقي متحف، تماثيل ألعاب إلكترونية، كوليكشن، وحاجات تافهة بآلاف الدولارات. على نزوله بيفتح الخزنة وعلى مراته بيقفلها بالقفل. حلال عليه وحرام على أمه وعياله. تقول له يا سالم نفسي أسافر أغير جو تعبنا، يكشر ويقول لها سفر ايه وكلام فاضي ايه، احنا ورانا قروض واقساط تودي السجن. وبعد اسبوع تلاقي صورة مع اصحابه في الساحل. تيجي تسأله يقول لها دي رحلة كده على قد الايد. فهمت يا عزيزي المشاهد؟ سالم مش فقير، سالم مريض. معاه 9000 دولار في الشهر بس جواه طفل مرعوب من الفقر. الطفل اللي اتعاقب بالصمت زمان كبر وبقى جلاد، بيجلد نفسه بالحرمان وبيجلد مراته بالبخل. فاكر انه لما يحوش هيحس بالامان، بس كل جنيه بيحوشه بيزود الخوف جواه. المشكلة يا صديقي مش في محفظة سالم، المشكلة في قلبه. قلبه لسه واقف عند طفل صغير أمه خصمته عشان غلط، فبقى خايف يصرف لا يتخاصم تاني، خايف يدي لا يتساب تاني. طب هو يعني ايه عقدة المادة أصلا يا صديقي العزيز؟ عقدة المادة لما تبقى شايف إن الفلوس هي أمانك الوحيد في الدنيا، شايف إن الفلوس هتخلص بسرعة والتحويش هو باب الأمان الوحيد، عايش خايف من الفقر وبتحسبها بالورقة والقلم، فتبخل على نفسك وعلى بيتك وتضيع عمرك كله في الخوف بدل ما تعيش.
تعالى بقى نشوف مع بعض الفرق بين البخل وعقدة المادة والحرص، عشان 90% من الناس كلها فاكرينهم حاجة واحدة، وهم 3 ملهمش أي علاقة ببعض. واحد فيهم مرض والتاني خوف والتالت ذكاء. أول حاجة البخل، ده مرض وده أبشع صورة لعقدة المادة. الخوف من الفلوس بيوصل لدرجة مخيفة، لدرجة إن الشخص يرضى يعيش حياة صعبة بس يحافظ على أكبر مبلغ، لا بيصرف على نفسه ولا على غيره، عايش ميت والفلوس بالنسبة له أهم من الأكل والشرب والراحة. ده مش حرص، ده مرض. تاني حاجة عقدة المادة، هنا بقى الخوف كله. في عقدة المادة الشخص بيصنف نفقاته على مزاجه على حسب الخوف اللي جواه. ايه رأيك ناخد مثال؟ الشخص اللي بيبقى عنده العقدة دي تلاقيه لما يجي يصرف بيصرف على نفسه وعلى عياله، بس لو مراته احتاجت حاجة بيقول لها مش ضروري، لو هيعزمها بيختار لها أرخص حاجة، لو هي طلبت شنطة بيجيب لها دهب ويقول لها أصل الدهب استثمار للمستقبل. صاحب عقدة المادة عايش في اللاواعي بخوف دائم من خسارة الفلوس، رابط قيمته الذاتية بالفلوس. ليه؟ لأنه ورث العقدة ديت من أبوه وأمه، أو اتحرم وهو طفل فبقى مؤمن بالتحويش وعدم الإنفاق على نفسه. وتيجي تشوف سلوكياته تلاقيه عايز يجمع أكبر مبلغ ويفضل يبص على حسابه وهو فرحان بالرقم الكبير، وبيخاف من العطاء كأن الفلوس لو طلعت مش راجعة، وبيبقى مركز في أسعار السلع التافهة وحارم نفسه من الأساسيات. تالت حاجة الحرص، ده بقى الذكاء كله. الحرص يعني تعرف احتياجاتك وكمالياتك وجدول فلوسك باستثمار سوي، بتصرف من غير خوف من ضياع المال. ليه؟ عشان انت مش رابط قيمتك بالفلوس، عشان عارف انك انت القيمة وانك انت اللي بتجيب الفلوس مش العكس. الحريص بيصرف ويستمتع ويحوش وبيستثمر، عايش بتوازن مش بخوف. فهمت يا صديقي العزيز؟ البخيل مريض بيبعد الفلوس وبيحرم نفسه وغيره. صاحب عقدة المادة خايف رابط أمانه بالتحويش وشايف إن الصرف خطر. الحريص ذكي الفلوس في إيده مش في قلبه. راجع نفسك وشوف أنت مين فيهم، عشان البخل بيقتلك وعقدة المادة بتسجنك، والحرص هو اللي هيخليك تعيش ملك. تعال أقول لك الفرق الحقيقي بين عقلية الشاب المغامر والعجوز الخايف، ومش قصدي بالسن، قصدي بعقليتك انت. في ناس عندها 25 سنة وعايشة بعقلية العجوز، وناس عندها 70 سنة وروحها لسه شباب. الشاب المغامر بيلعب عشان يكسب. الشاب المغامر مش فارق معاه يبقى معاه أكبر رقم في البنك، قد ما فارق معاه إن هو عايز شغله يكبر، قد ما فارق معاه يرمي نفسه في التجارب ويغامر ويمسك في أي فرصة. هو على طول عايز شغله يكبر وياخد الأرباح كلها ويحطها تاني في الشغل عشان يكبر أكتر. مش بيخاف من الخسارة ولا الفشل، مش بيدور على الأمان على قد ما بيدور على تجربة جديدة يرمي نفسه فيها ويكبر أكتر. أكبر مثال إيلون ماسك، باع باي بال وخد 180 مليون دولار. العجوز الخايف كان يحطهم في البنك ويعيش ملك، بس هو عمل إيه؟ جمع كل فلوسه وحطها في 3 شركات محدش مصدق فيهم، صواريخ وتسلا وطاقة شمسية. أول 3 صواريخ في شركة سبيس إكس انفجروا قدام واحد ورا التاني، الفلوس خلصت والشركة فلست وتسلا كانت هتقفل. الناس كلها قالت عليه مجنون وخسر كل حاجة، بس هو كان بيقول هستثمر وعندي ثقة إني هنجح، ولو ما نجحتش هتعلم والفشل هيفيدني. الصاروخ الرابع نجح، ومن ساعتها وهو طالع للمريخ لأنه مقتنع إن المغامرة دي متعة وليها لذة في الحياة. دلوقتي بقى أغنى رجل في العالم عشان لعب عشان يكسب. العجوز الخايف بيلعب عشان ما يخسرش. العجوز الخايف بيخاف من التجربة ومتوقع الأسوأ والخسارة على طول، شايف القيمة في الفلوس مش في التجربة. لو كان مكان إيلون ماسك كان من أول صاروخ فرقع كان هيقول أنا كنت عارف إن ما ينفعش أغامر، الصواريخ دي لناس تانية مش ليا أنا. وكان زمان قاعد بال180 مليون دولار في البنك وبيقول لكل يوم وهو فاكر إن هو في أمان. افتكر دايما إن الحياة اللي بتحكيها لنفسك كل يوم عن أنت مين هي دي الحياة اللي هي هتبني مستقبلك. الخلاصة يا صديقي العزيز، الشاب المغامر شايف الفلوس وسيلة والفشل درس. العجوز الخايف شايف إن الفلوس هي كل حاجة والفشل نهاية الدنيا. السؤال هنا دلوقتي، انت بتفكر زي ايلون ماسك ولا زي العجوز اللي خايف يخسر؟ عشان اللي بيلعب عشان ما يخسرش خسران اصلا. راجع نفسك انت كام سنة بعقليتك. بص يا صديقي العزيز، لو عايز تبطل تخاف من الفلوس وتبطل تربط قيمتك برقم في حسابك بالبنك يبقى لازم تغير دماغك من جوه. وفي كتب حرفيا بتغير حياتك 180 درجة. خد عندك كتاب الأب الغني والأب الفقير لروبرت كيوساكي، ده مش كتاب عادي، ده كنز هيخليك تشوف الفلوس بعيون تانية خالص، هيعلمك تشتري أصول تخليها هي اللي تشتغل عندك وتصحى تلاقي بتجيب لك فلوس وانت نايم. الكتاب ده هيغير حياتك حرفيا وهيخليك تفتح مشاريع وبيزنس. فانت لازم تصرف على نفسك، ترفه على نفسك،
ادفع انت في الخروجه، هات الهديه اللي بتحبها. العطاء ده بيكسر عقدة الفلوس اللي جواك، وبيقنع عقلك انك تقدر تجيب غيرها 1000 مرة. وبكده يكون خلصنا الجزء الرابع والأخير من كتاب عقدك النفسية سجنك الأبدي. لو عجبك الفيديو شاركه مع أهلك وأصدقائك، ودعمنا بلايك عشان يساعد في انتشار الفيديو لأشخاص أكتر. ولو عايز تكمل معانا وتستفيد أكتر يشرفنا اشتراكك في القناة، وأشوفك في الفيديو القادم مع معلومة جديدة ممكن تغير حياتك للأفضل. سلام عليكم.